السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل شويه ليمون. عايزه اقول لكم قهرمان زبده كده هنعملهم ان شاء الله، وهناكله بعد اسبوعين، وهيقعد معاكي كمان لشهر رمضان. طبعا في الاول خالص جبنا 2 كيلو من الليمون، الليمونه اللي هي بتبقى قشرتها خشنه شويه من بره، وغليناها كده في شويه ميه على النار حوالي 10 دقايق. وبعد كده هنعمل مع بعض المحلول الملحي. في الاول خالص هنجيب لتر كده من الميه، وعليهم نحط بقى يعني نص مج كده من الليمون اللي احنا عصرينه. كنت جايبه نص كيلو ليمون وبدات ان انا عصرته وخدت منه نص مج كده، وعليهم كمان نص مج من الخل، وبعد كده معلقه كبيره كده من الكركم، ونص معلقه من البابريكا، ومعلقه من حبه البركه، وكمان معلقه كبيره كده من العصفر. ولتر الميه بحط عليه 3 معالق من الملح، بس انا حطيت نص معلقه زياده كده في الاخر لان المعالق بتاعتي ما كانتش مليانه قوي يعني. وفاكرين هريسه الشطه اللي احنا عملناها مع بعض في القناه؟ جبنا معلقه منها كده، هحط لكم ان شاء الله الرابط بتاعها في صندوق الوصف برضو. ما عندكيش هريسه شطه ممكن لو عندك فلفل احمر مثلا اضربيه كده في الكبه وحطيه برضو على المحلول الملحي. بعد ما خلاص دوبناه كده مع بعض المحلول، تعالوا بقى نجيب الليمون والفلفل بتاعي. طبعا ما دام في ليمون يبقى لازم في فلفل. الفلفل بقى بنقيه كده محندق وصغنن علشان يستحمل التخليل معايا. نحط في الاول خالص في البرطمان الفلفل، وبعدين عليه الليمون، وبعدين نحط في النص فلفل تاني، وبعد كده عليه الليمون. طبعا هنرص الليمون كويس علشان ياخد البرطمان كمية اكبر من الليمون بتاعي. وفاكرين بقى الليمون اللي احنا عصرناه النص كيلو ليمون؟ تعالوا بقى نجيب القشر بتاعه كده ونحطه على وش البرطمان. طبعا انا بحطه على وش البرطمان عشان يحافظ لي برضو على الليمون اللي تحتيه. وخلاص كده خلصنا، ملينا البرطمان كويس جدا. نجيب بقى المحلول الملحي ونبدأ ان احنا يعني نملى البرطمان بالمحلول الملحي زي ما انتم شايفين كده. وفي الاخر هنرش كده رشة زيت على وش البرطمان، ونقفل بقى ونغطيه كويس جدا. وبعدين هبدأ اقلب في البرطمان كده فوق وتحت علشان اوزع كل مكونات المحلول الملحي على البرطمان كله. ده اول واحد خلصناه ما شاء الله، يعني عايزه اقول لكم هو من شكله كده يتاكل اكل يعني. ده اول واحد خلصناه. تعالوا نعمل التاني. برضو هنحط الفلفل وعليه الليمون، نحط بقى كل الكمية اللي فاضلة عندي يعني، وعليهم برضو قشر الليمون اللي احنا عصرينه على الوش كده، وبعد كده المحلول الملحي، وعليهم بقى رشة الزيت. بس البرطمان ده عشان الغطا بتاعه كان مفتوح فانا غطيته بستريتش الاول، وبعد كده هنغطيه بالغطا بتاعه علشان يكون بس الغلق بتاعه محكم شوية كده. خلاص خلصنا كمية الليمون ما شاء الله هتطلع زبدة معاكي. دي وصفة حلوة جدا لليمون، وجربيها ان شاء الله هتعجبك. وان شاء الله هصوره لكم لما افتح عليه ونبدأ ان احنا ناكل منه. ودي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.